الترجي اليوم يربح 3 نقاط مهمة في مواجهة قوافل قفصة خارج الديار مع تحويرات كبيرة في تشكيلة الكوتش الروماني اللي عول في حراسة المرمى أخيرا على البشير بن سعيد. 8 ملاعبية تم تغييرهم في التشكيلة الأساسية، إضافة أسماء نتمناو تلقى وقت لعب أكثر دقائق، خاطر شفنا منهم كيما كوناتي الدربالي والعزوني مع غيابات بارزة الكل من مميش معشل بليلي رودريغاز بداعي الإصابة، وبقية الملاعبية في الدفاع مرياح إن شاء الله لباس مرة أخرى. فرصة لاسترجاع الأنفاس لبعض الأسماء، مهم جدا المداورة التغييرات بين مراكز، كذلك الصفوف حسب الاختيارات حسب طريقة اللعب، في تنقل صعيب بصراحة خارج رادس بعد تعادل الدربي رغم الظروف الصعيبة اللي تعدى بها بجوارات قوافل قفصة ولا حتى في الإدارة. فما يعني 3 نقاط، فما بطولة، فما صدارة نحب نرجعوا لها، الأهداف 3 جاو على النحو التالي. افتتح زين الدين كاد النتيجة للترجي في الدقيقة 28 قبل ما يضيف الياس مكوانا الثاني في الدقيقة 59، واختتم كيباسوي ثلاثية الترجي في الدقيقة 90+1. الفوز رفع الأحمر والأصفر رصيده في البطولة التونسية للنقطة 23 وفي المركز الخامس على غير العادة، فيما تجمد رصيد قوافل قفصة عند النقطة الرابعة في المركز الأخير. قبل ما نحكيو على رسالة يوسف البليلي وشنو قال لجماهير الأحمر والأصفر نادي الدم والذهب، نحكيو على الانتدابات وميركاتو الشتاء والسيناريو ينتظر الترجي في محافل قارية وعالمية منتظرة لعام 2025 من كأس العالم للأندية، سابقتها الدوري الأبطال الإفريقية. أبدأ مسؤول الترجي الرغبة في استعادة المهاجم أشرف الجابري المعار للترجي الجرجيسي. الكلنا نعرفه قديش تكنيسيا ما شاء الله عليه، وقداش عنصر مهم في هالفترة من الانتقالات الشتوية، حيث يدرس الفريق العاصمي فكرة قطع الإعارة التي تمتد حتى نهاية الموسم. وانتقل الجبري إلى النادي الترجي الجرجيسي في شهر جوان نورمالمون في 2023 على سبيل الإعارة على نهاية الموسم، ثم قررت الإدارة تمديد إعارته حتى صيف 2025، علما بأنه الملاعب يشارك في 12 لقاء مع النادي الترجي الجرجيسي هالموسم في بطولة تونس بإجمالي 653 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 2 تمريرات حاسمة. يبحث الترجي بالطبيعة على حلول هجومية جديدة على المستوى المحلي، على مستوى الملاعبية المعارين، على مستوى الملاعبية المتواجدين، وعلى مستوى الانتدابات الخارجية. طبعا الاستثمار مهم، لكن شفنا ميركاتو الصيف الفارط خسائر مالية كبيرة، بعض الأسماء ما كانتش تستحق اللي خذته وما عملتش الإضافة بصراحة نقولها. دايرة اختياراته في خط المقدمة، أصيب المهاجم الأول للفريق البرازيلي رودريغو رودريغاز في مواجهة الدربي شهر كامل حتى فيفري إن شاء الله. كذلك فشل يوسف العبدلي في تقديم أوراق اعتماده، وكذلك الحال بالنسبة للمهاجم الجامبي كيباسوي، ويحتل الترجي مرتبة غير المرتبة اللي كان متعود عليها في البطولة اللي مستانس ديما في الصدر. نذكروا انه ديما الترجي يلعب على اكثر من واجهة تروازونا، الحفاظ على البطولة مهم جدا، كذلك التتويج بدوري الابطال الافريقية للمرة الخامسة ان شاء الله ثابتة المرة هذه، على عكس الوصول للنهائي الموسم الفارط مع الاهلي المصري، فضلا عن المشاركة الناجحة المشرفة لكل العالم العربي ولكل التونسيين ان شاء الله. الكلنا تونس، الكلنا في الترجي مع المونديال الأندية تحت قيادة الكوتش الرومان. نمشي نحكيه على يوسف البليلي واللي وجه رسالة لجماهير الترجي، رسالة قوية في صورة وعد، في صورة كما نقولوا احنا ميساج موتيفون على تحقيق النجاحات، على التتويجات، بعد ما عمل انجازات كبيرة بصراحة الفترة اللي فاتت. حتى في دوري الابطال الافريقية كانت عنده كلمته والكاريزما متاعه. فترات تصحيح كانت فيها شك وامكانيه العوده بدنيا. تحصل المايسترو فريق باب سويقة على جائزة أفضل لاعب جزائري في قارة أفريقيا لعام 2024 منذ يوم الثلاثاء، خلال حفل جوائز الأفضل السنوي واللي تنظمه منصة ديزايد ماتش على الرقمية الجزائرية بلاتفورم، واللي وزعتها العديد من الجوائز الأخرى على نجوم البطولة الجزائرية للمحترفين. ففوز البليلي اللي كان حاضر في الحفل الكبير بالعاصمة الجزائرية بجائزة أفضل ملاعب جزائري في أفريقيا للعام 2024 جاء بعد المستويات الاستثنائية اللي قدمها الموسم الماضي مع مولدية الجزائر، واستمراره مع تقديم مستوى مميز مع الترجي التونسي واللي انتقل ليه الصيف الماضي. وكما نعرفه صاحب 32 عام بقيادة المولدية قبل قام بالتتويج بالبطولة متاع الجزائر الدوري الجزائري لأول مرة منذ 14 عام كريكور،
كما قادوا إلى نهائي كأس الجزائر اللي خسروا قدام شباب الوزداد بهدف دون رد، في وقت سجل فيه أرقام قياسية مع الفريق العاصمي على المستوى الهجومي. 26 لقاء سجل فيه 16 هدف وقدم 14 تمرير. توازيا وجه البليلي رسالته القوية لجمهور الترجي خلال تصريحاته اللي أدلى بها بعد التتويج في الجزائر بجائزة الأفضل للعام 2024 حسب المنصة المذكورة، وقال بصريح العبارة: أشكر نادي الترجي اللي وقف إلى جانبي وتابع، إن شاء الله باش نتوجوا بدوري الأبطال الإفريقية وباش نشاركوا في بطولة كأس العالم للأندية بطريقة ناجحة. وجاءت تصريحات نجم الخضر اللي تواكد علاقته القوية مع الترجي مع الجمهور، واللي قدم معه مستويات مميزة وعنده الموتيفاسيون لبلوغ دوري العالمي من الكأس المونديالية، وين شارك حاليا مع 14 لقاء مختلف المسابقات. سجل البليلي مع الترجي حاليا 8 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة مع تألق مميز في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية هو مفتاح النجاح، وين شارك في 5 لقاءات سجل 6 أهداف وقدم 6 أسيستات. إن شاء الله القادم أفضل، كيب تاب بالنسبة للبلاي. ختاما، شنو رأيكم في أداء الترجي اليوم وعودة بشير بن سعيد في عرين المرمى؟ كيفاش كان أداؤه وهل يكمل في البطولة القارية وباقي المشوار أم لا؟ ولهنا نقطة ثانية، الإصابات والغيابات اللي خسر الترجي في بداية اللقاء خدمات ملاعبيته الاثنين في خط الهجوم، وهما رودريغو رودريغاز وقصي معشة بسبب الإصابة وغادروا الميدان، وفي انتظار الكشف بطبيعة لطبيعة الإصابة والتدقيق لكل من اللاعبين ومدة الراحة المستوجبة باش يغيب البرازيلي ومعشى عن مقابلة الترجي مع قوافل قفصة الأكيد بعد غدوة نهار الأربعاء إن شاء الله، وهو ما سيضع المدرب ريغي كانف في التأكيد قدام صعوبات إضافية في إيجاد التركيبة المثلى للهجوم. هذا الكل ما يكفيش. يتلقى يوسف البليلي في ماتش الدربي البارح نجم الترجي الأول البطاقة الصفراء الثالثة، وهو ما سيجبره على الغياب بطبيعة على مواجهة فريقه قدام قوافل قفصة في المواجهة المتأخرة اللي باش تدور نهار الأربعاء. الترجي لن يخسر ورقة البليلي فقط، بل أيضا المدافع رائد بوشنيبة اللي جمع 3 بطاقات صفراء أيضا، وباش يكون هذا ثنائي مع رودريغاز وقصي معشة، والغايب بسبب الأربطة الصليبية ياسين مرياح أبرز المتغيبين البارزين الدولي اللي خلى بلاستو عن بقية المدافعين في خط الدفاع باش نحكيه بالتفصيل حتى على حارس المرمى. الأخطاء الكل من شكون؟ تلقى الترجي هدفين إثر ركلتي ركنية في الدربي، وهي معضلة أثارها المدرب الروماني ريغي كامبف في المؤتمر الصحفي بالقول إن فريقه اخسر 2 نقاط بسبب 2 ركنيات. كلام المدرب كان معبر بالفعل على الاضطراب اللي صار واللي يعانيه خط الدفاع في الكرات الثابتة، لكن أيضا يثير التساؤل حول دوافع المردود المتذبذب للحارس أمان الله مميش. علاش ما فماش شخصية، كاريزما، قوة، حضور، تواصل مع الدفاع يا مميش؟ بربي ركز، راهو اللي جاي أصعب. ارتكب الحارس خطأ في الهدف الثاني كونتر الإفريقي ما أثار موجة غضب عارمة في صفوف مشجعي فريقه اللي طالبوا بمنح الفرصة للحارس بشير بن سعيد في المواجهات القادمة، وإن شاء الله هذا اللي يصير. وتلقت شباك الترجي خلال 11 لقاء في البطولة هالموسم 9 أهداف كاملة، وهو رقم سلبي جدا لم يتعود عليه الفريق في المواسم الفارطة. توازيا نحكي على غضب واتهامات لماذا ألغى الأمن التونسي تيفو الجماهير الترجية في دربي العاصمة البارح